انتوا عارفين قعدوا يضربوا في بعض كام ساعة؟ مين دول وضربوا بعض ليه؟ يلا بينا نحكي لكم قصة النهارده. يوم 6 ابريل 1893 في النادي الاولمبي لويزيانا في امريكا بتبدأ اغرب واطول مباراة ملاكمة هتسمعوا عنها في حياتكم. بيستعد عندنا في الركن الاول الملاكم اندي بوين، ملاكم امريكي في الوزن الخفيف ومعروف عنه قدرته على التحمل ومهارته الدفاعيه. عندنا في الركن الثاني ايه ده؟ مفيش ملاكم. وده ليه؟ لان الملاكم اللي كان هيلاعب اندي انسحب في اللحظات الاخيره قبل المباراه، ولكن بيظهر البطل الثاني في قصتنا النهارده وهو مدرب المنافس اللي انسحب، وهو جاك بيرك، علشان يقدموا لنا الاتنين دول مباراه ملحميه في اليوم ده استمرت ل7 ساعات و19 دقيقه. والسؤال اللي بيطرح نفسه في النقطه دي، هم جابوا صحة منين؟ في الزمن ده ماتشات الملاكمة ما كانش ليها عدد محدد من الجولات، وبالرغم من كده مفيش مباراة قربت من عدد الساعات اللي احنا قلناها. المباراة دي كانت غريبة من نوعها جدا، وده لأن الاتنين الملاكمين ادوا الاهتمام الأول للتحمل والدفاع أكتر من المهارات الهجومية، وده طبعا علشان يحافظوا على طاقتهم لأطول فترة ممكنة. طبعا مع الاعتماد على بعض الضربات اللي ممكن تبقى قاضية واللي ممكن تنهي الماتش. بيقولك في الجولة السبعين حسوا بالتعب. الجولة السبعين وحسوا؟ ده أنا تعبت من الرقم. المهم إنهم مستمرين ومكملين جولة ورا جولة وساعة ورا ساعة، وكله ضرب ضرب مفيش شتيمة. وأخيرا بعد 7 ساعات و19 دقيقة بيعلن الحكم وقف المباراة، وده لأن الاتنين الأبطال بتوعنا كانوا واقعين على الأرض من كتر التعب، محدش قادر يقف على رجليه عشان يكسب الماتش. وهنا الجمهور اعترض على وقف المباراة، فتم تغييرها بعد كده للتعادل. المباراة دي أصبحت أسطورة لأنها بينت إن الإنسان كائن غير محدود ويقدر يوصل لأبعد من أبعد نقطة في خياله. كل الموضوع إنه يثق في قدراته ولا يتوقف.